اهلا بيكو، انا ماريو عيد صاحب القناه. الفيديو ده تكمله لبلاي ليست جراف. لازم تكون شفت الجراف بلاي ليست كامله عشان تقدر تفهم الفيديو ده. الالجوريزم اللي هنتكلم عليه هو الدايجسترا الجوريزم، برضو عشان نلاقي شورتست باس من السورس فيرتكس لكل الاذر فيرتكس، او ان انا الاقي اقصر طريق من نقطه لبقيه النقط. طيب انا هشرح فكره الالجوريزم زي الالجوريزم اللي فات. تخيل انا عندي جراف بالشكل ده. في واحد قال لك ايه بقى؟ قال لك انا هو كان اسمه حاجه دايجسترا ده الاسم التاني بتاعه. يا ريت تسرشوا على الاسم كامل وتكتبوا لي في الكومنتات، انا عارفه طبعا، بس يعني عشان تعملوا حاجه معايا وكمان تكتبوا لي كومنتات تحت. طيب ايه فكره الالجوريزم بقى؟ قال لك ايه؟ قال لك انا هسيف الديستانس والنود. يعني انا كل نود هسيف عندي المسافه بتاعتها والنود. فهاجي مثلا عند النود اللي هي صفر، هسيف صفر وصفر، المسافه والنود. المسافة ليها بصفر لأن هي البداية، أنا هفترض إنها هبدأ من الصفر، طبعا أنت ممكن تبدأ من أي نود. وبعد كده هسيف الديستنس، المسافة بتاعتها بصفر، هاجي عند النود مثلا واحد، المسافة للواحد من الصفر هي مسافة واحدة لأن مفيش غير شرطة واحدة ب30 وواحد. المسافة عند الاتنين من الصفر 15 و2. والمسافة للتلاتة بقى، المسافة للتلاتة في مسافتين. فقال لك إيه؟ قال لك هسيفهم برضو. تقول لي نعم، اقول لك ايوه هسيف المسافتين. المسافه الاولى هلاقيها ب40 والمسافه الثانيه ب35. طيب هعمل ايه؟ لما اوصل للنود دي هاخد المينيمم، لما اوصل للنود اللي هي 3 دي هاخد المينيمم. طيب ده يوصلني لايه؟ ده يوصلني لان انا محتاج اولا array distance، ثانيا محتاج حاجه تجيب لي المينيمم. ايه اللي بيجيب لي المينيمم وسهل وما بياخدش تايم كتير؟ فاكرين البريوريتي كيو؟ شرحناه في السي بلس بلس بلاي ليست بتاعه السي بلس بلس اس تي الز، ممكن تخشوا تشوفوه. هنا بقى نوصل للالجوريزم بتاعنا. الالجوريزم بتاعنا هيبقى عامل ازاي؟ هجرب كل النودز واجرب الايدجز اللي مرتبطه بالنود دي، ابديت الديستانس. طبعا في هنا سؤال هيجي في ذهنك، هابديت الديستانس بايه؟ بالمينيمم. في واحد هيقول لي طب ازاي احنا هنسيف اكتر من قيمه؟ هقول لك بص يا سيدي، احنا ليه هنسيف اكتر من قيمه عندنا؟ عشان احنا ممكن في البريوريتي كيو واحنا ماشيين، يعني انا يجي لي ال40 بعدين يجي لي ال35، فانا كل شويه بسيف الاصغر. فانا اول مره شايف الاصغر ب40 عند نوت 3 مثلا، شايف الاصغر ب40 فسيفه. دي كده جالي 35 اصغر. طب تخيل جالي من طريق تاني، 3 دي مثلا جايه الناس اللي جايه لها من 4 طرق، فسيفت ال40 و35 و25 مثلا. فهو هيسيف كله. لكن في الاري ديستانس، في الديستانس اري، هو ده الابديت بتاعي. خلي بالك الديستانس اري انا بعمل ايه؟ بابديت المينيمم. بابديت المينيمم ازاي؟ بشوف لو الديستانس فروم زائد ويت اقل من الديستانس تو 2، غير لي الديستانس بتاعه ال2 اللي احنا خدناها قبل كده. انا مش هكتبها لك هنا يعني، لكن انت هتشوفني كاتبها هناك. بس هناك هكتب اكس وواي بس عشان متعارف عليه، او بيست براكتس ان انت تكتب الالجوريثم كده، لكن مش فارقه، اكتب اللي انت عايزه. عايز تكتبها فروم و2، هما في الاخر داخل لي من والى دايما يعني. طيب الفكره كلها في ايه؟ انا الديستانس اري هخلي فيه المينيمم على طول، فانا دخل لي 40 35 25، فانا برميهم في البريوريتي كيو. ليه برميهم في البريوريتي كيو؟ لان ده الميني دلوقتي، وهحتاج انده بعد كده، هوريك النده ده بيحصل ازاي. ولكن الابديت بتاع الديستانس، خلي بالك فكره الالجوريزم ده كلها في حته ان انا عندي ديستانس ونود، انا بسيف الديستانس وبابديت الديستانس بناء على البريوريتي كيو. تمام؟ فالبريوريتي كيو هو بيجيب لي المينيمم، فهي دي فكرته. طيب والمينيمم ده جه منين؟ المينيمم ده جه ان انا خزنت الديستنس اللي هي الاقل دلوقتي، يعني انا هخزن ال40 بعدين ال35، لكن لما اجي انده هجيب المينيمم. هي دي ميزه البريوريتي كيو، ان هو لما هينده هيجيب لي اول حاجه، اول قيمه متخزنه. يعني الثلاثه دي هيبقى متخزن لها كذا قيمه، هو هيجيب لي القيمه الاقل. طيب وهنا يوصل لي ان ده تايم قليل، تايم O اوف V بلس E، O اوف V بلس E في لوج V. في ناس هتسالني التايم ده جه منين؟ هقول لك اللوج في دايما من البريوريتي كيو. البريوريتي كيو بياخد تايم لوج عشان يمسح او يضيف لوج اوبريشن، او بياخد تايم لوج. ليه؟ احنا شرحناه اكتر في البريوريتي كيو في سي بلس بلس اس تي الز. طيب وقلنا هو بيتكون ازاي وكل الكلام ده. طب يبقى سؤال تاني، او اوف في بلس اي خليناها ازاي في بلس اي؟ انا عايز اعرف في العادي ليه مش في اي. هقول لك في بلس اي عشان فيزيتد اري.
ايه الفيزيتد اري ده بقى بيعمل ايه؟ الفيزيتد اري بيخليني ما اعديش على النود مرتين، فهو ليه كذا استخدام. ممكن اتشيك ان في سايكل، ما هو لو انا عديت على النود مرتين في سايكل فهو هيمنع ان انا اخش في سايكل. ثانيا هيمنع ان انا اعدي على النود مرتين، فانا هلف على الجراف لفه واحده، فاوقف في بلس اي كاني بترافيرس الجراف او بلف على الجراف عادي خالص. فعشان كده التايم بتاعي اقل تايم، الدايجستر التايم بتاعها قليل. لكن الميموري مش اقل تايم. ليه؟ لان احنا ممكن نسيف للنود كذا قيمه. طب الميموري ممكن توصل لايه؟ او اوف في تربيع. يعني ايه او اوف في تربيع؟ يعني فيرتيسز او النودز مضروبه في نفسها ان في ان. ده الميموري. لكن التايم، وهنا دايما نفتكر التايم ميموري تريد اوف. غالبا عشان اقلل التايم هزود الميموري والعكس، تمام؟ غالبا يعني. فانا عشان ازود التايم غالبا عشان احسن التايم هزود الميموري، اقلل التايم يعني هزود الميموري. ليه الكلام ده؟ عشان انا سيفت حاجات اكتر، معلومات اكتر، المعلومات دي خلتني الرننج تايم بتاع الالجوريثم بتاعي اسرع. تمام؟ انا بحاول اشرح لكم الدنيا كلها. طيب يبقى نفتكر الكور بتاع الالجوريثم ديستانس ونود. مشكله الالجوريثم في الميموري، لكن هو كتايم ممتاز، وعشان كده بنستخدمه غالبا في البرمجه التنافسيه او الكومبتيتيف بروجرامينج، لان هو التايم بتاعه سريع، واحنا بنهتم بالتايم اكتر من الميموري غالبا، مش دايما، مش في كل الحالات. بس انت كده عرفت التايم بتاعه وعرفت الميموري بتاعته قد ايه. ده كده كل حاجه. الناس اللي حابه تشترك في كورس جروب 2 هسيب لكم اللينك في الديسكربشن. حاجه كمان اتمنى انا يعني انا ما بقولهاش كتير، بس لو سمحت يا جماعه شير ولايك سبسكرايب، قولوا لزمايلكم على الشانل، لان الجهد المبذول فيها يعني زي ما انت شايف. وشكرا لدعمكم وتشجيعكم، وابتسموا واستمتعوا بالفيديوهات، وسلام.